نزلنا كده عند المنشية الجندي المجهول عشان الناس دايما اللي بتسأل نروح الطرق ازاي. ونفضل ماشيين على طول على طول لحد ما هنلاقي تمثال محمد علي. هناك في جنينة كده فيها تمثال واحد راكب حصان، فهو ده تمثال محمد علي عشان الناس اللي ما تعرفش. اول ما بتخلصوا بتوصلوا لحد الجنينة، يا اما بتكملوا على طول طوالي هتلاقوا شارع السبع بنات، يا اما هتدخلوا شمال. ربنا يجعلنا واياكم من اهل اليمين، فهيكون التوحيد والنور. او هتدخلوا يمين وهتبداوا بقى تمشوا يمين كده، هيبقى رجال مقابله، هتكون ميدان عرابي، وهيكون هتعدوا بقى على الفلاح والمطاعم والحاجات دي كلها، وصولا بقى لحد شارع فرنسا. على الرغم من ان الاجواء كانت بره زحمه، الا ان هنا في اسكندريه، هنا في قصدي في المنشيه سوري، الاجواء يعني هاديه لحد ما مفيش الزحام الشديد ده. معنى كده ان كل اللي بره على الكورنيش ناس بيتفسحوا في اسكندريه. اهلا وسهلا، منورين طبعا. هي دي الاجواء في المنشيه. طبعا ادي الجنينه كده اللي قدامنا دي. استنوا نعمل زوم على تمثال محمد علي اهو، هو ده. فاحنا مشينا من الجندي المجهول لحد تمثال محمد علي. طيب هنا بقى الشارع اللي قدامنا ده كده شارع السبع بنات، هو ده شارع السبع بنات. بنعدي طريق الجنينة بتاعت المنشية دي كده اهو، ادي تمثال محمد علي هناك. الشارع اللي قدامنا زي ما قلنا هو شارع السبع بنات. لو كملنا كده يمين قدام زي ما قلنا شارع السبع بنات، لو كملنا كده يمين هيكون ميدان عرابي قدامنا. هنلاقي مطعم الجمهورية، هنلاقي محل فلورينا. هنفضل ماشيين شوية ومطولين هنلاقي شارع السكة الجديدة عند كوانا، ودخلت بقى سوق الحقانية والأسواق اللي جوه. شارع السبع بنات. خضار نلاقي، اطباق وبرسلين نلاقي، محلات ملابس نلاقي، عصير نلاقي. مكملين في شارع السبع بنات، بناخد جولة فيه كده ان شاء الله. نعدي على لبان وبيت ريا وسكينة. في اكسسوارات هنا، نضارات، ساعات، اكسسوارات موبايل. هنا التنيات اللي على الشمال بتروح بقى كرموز وبتروح اماكن مختلفة. النهاردة لحد 26 يناير. وطبعا نظرا استنوا كده ما نشوف الستيشن ده هنا في شارع السبع بنات. بص استوديو كليوباترا. المهم ان بنقول يوم الاحد الدنيا بتكون مقفله، بس احنا كنا برا على الكورنيش بنشوف الاجواء، فحبينا نشوف الاجواء كمان جوه اسكندريه عامله ايه. في محلات بتكون مفتوحه وفي محلات بتكون قافله، والمعظم قافل طبعا. يوم الاحد اسكندريه يوم الاحد معظم محلاتها في اجازه. معظم المحلات في الشارع ده بتكون خاصه بالاضاءه ولوازم الديكور، معظمها كلها توريدات كهربائيه. ندخل الشارع ده كده ونشوف اللبان على قمته الصادق للإضاءة ولوازم الديكور. احنا رجعنا تاني لشارع السبع بنات زي ما كنا يا جماعة، علشان ما ندخلش من جوه كده والدنيا ضلمة.
يا سلام، اسكندرية كده في الهدوء، الروقان، ماشي في الشوارع، على الرغم ان احنا على المغرب بس عشان يوم الاحد والاجازة فالدنيا رايقة ما شاء الله اللهم بارك. البيوت هنا كده ليها طابع فعلا مختلف. الشارع ده برضو من الشوارع الطويلة قوي. دي المساجد الأجواء الرمضانية بدأت عندنا في الشوارع. لبان بقى واشهر مناطق اسكندريه، اللي اقدم شوارع ومناطق اسكندريه احنا كده موجودين. تخيلوا تبقوا ماشيين كده وتلاقوا صور رايا وسكينه قدامكم. رايا وسكينه وحسب الله، عبد العال اقصد. بجد الواحد حاسس ان الشوارع دي يعني من زمان جدا، يعني محتاجين كده ابيض واسود هنرجع زمان على طول. ان شاء الله يكون واضح في هذه الضلمة، بس ان شاء الله برضو نبقى نعوضها ونيجي مرة تانية. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.